حسم الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز الجدل بشأن بيع صندوق الاستثمارات السعودي أسهمه في نادي الهلال إلى أحد رجال الأعمال الكبار. الهلال مملوك حاليا لصندوق الاستثمارات الذي قام بالاستحواذ على نسبة 75% من أسهم النادي خلال صيف 2023، بينما 25% الأخرى تابعة لوزارة الرياضة السعودية في الأساس. وكشف عبد الرحمن الجماز في تصريحات مع برنامج ملاعب مع فيصل الجفن تواصله مع المسؤولين في نادي الهلال بالإضافة إلى وزارة الرياضة السعودية للاستفسار عن حقيقة بيع 75% من أسهم صندوق الاستثمارات إلى رجل الأعمال سالف الذكر. وتابع الجماز أن الهلال ووزارة الرياضة أكد له عدم صحة هذا الخبر أبدا، وأن كل ما نشر مجرد تكهنات فقط. وشدد الإعلامي الرياضي على أن وزارة الرياضة هي من تشرع القوانين الخاصة بعمليات بيع وشراء الأندية، لذلك لديها علم بكل ما يحدث، وليس كما يردد البعض بأنه لا دخل لها في هذا الشأن. لم ينتهي الأمر عندما سبق، حيث أكد الإعلامي عبد الرحمن الجماز أن الأنباء عن بيع صندوق الاستثمارات السعودي لحصته في أسهم نادي الهلال إلى أحد رجال الأعمال الكبار المنتمي لهذا الكيان ليست بأمر جديد على الوسط الرياضي.